ما تيجوا نعمل أكلة كلنا بنحبها بس ساعات مش بنعرف نقطعها. أكلات الشتاء الجميلة والقاس باللحمة، أنا واثقة إنك ماكلتيش زيه في حياتك. ما تيجوا نشوف عملنا الجمال ده إزاي. معظمنا بيحب القلقاس بس عندنا مشكلة في تقطيعه. أنا هقولك على طريقة سهلة جدا هتخلي تقطيع القلقاس سهل جدا بالنسبة لك، ممكن كمان تعمليه كل يوم. وريتكم قبل كده الطريقتين بس انا هقول لكم النهارده على اسهل واسرع طريقه لتقطيع القلقاس. هتجيبي القلقاس وتغسليه كويس جدا جدا بالفرشه كده بتاعه تنظيف الخضار من بره في ميه كده، وتنقعيه في ميه وخل حلوين زي ما بتغسلي الخضار والفاكهه. بعد كده هتكوني محضره ميه مغليه وهتسلقيه بقشره. ايوه بقشره، هتسلقيه بقشره حوالي نص ساعة كده. لما تلاقي القشرة ابتدت تدوب، احنا هدفنا مش سلق القلقاس من جوه، هدفنا ان احنا نطري القشرة من بره عشان تبقى سهلة بالتقطيع. بعد كده لما تلاقي القشرة خلاص بقت طرية كده وتقدري ان انت تقشريها، طلعيه كده يبرد، وبعد كده هتقشريه بمنتهى السهولة. قشريه بقى بالسكينة، بايدك لو بيتقشر معاكي، بالمقشرة بتاعة البطاطس، وبعد كده هتقطعيه هتلاقي التقطيع بتاعه بقى سهل جدا. فبعد الطريقة دي مش هيبقى عندك اي مشكلة في تقطيع القلقاس. هتعملي منه كميات وهتخزنيه لرمضان وهتخزنيه كمان طول السنة. قطعيه بقى واعمليه، قطعيه فرزيه زي انا بفرز، انا مفرزة منه لرمضان. اما بقى عن طريقة عمل القلقاس فده اللي انا جاية اقوله لكم النهاردة. اول حاجه كده جبت اللحمه عندي، كان عندي شويه لحمه كده كنت شايلاهم فيها ملبسه يعني فيها دهن، فدي بتعمل احلى شوربه، فطلعتهم كده علشان اعمل بيهم شوربه القلقاس. حطيتهم كده شوحتهم في سمنه بلدي. طبعا ما عندكيش اعملي شوربه فراخ، اعملي مرقه، اعملي بزيت المتوفر عندك. بعد كده حطيت عليها بقى ملح وفلفل وتوابل مشكله وورق لورا، وحطيت ميه مغليه عليهم عشان بقى اسيبهم كده ايه يتسلقوا. لما نتأكد كده ان اللحمة بتاعتنا خلاص استوت، انا بقى بحب اعمل حاجة، بحب احط القلقاس يتسلق مع اللحمة. هفتح كده الكيسين اللي انا مفرزوهم الحلوين دول، وهروح حطهم في قلب الشوربة مع اللحمة يتسلقوا كده مع اللحمة. بس خلي بالكم ان اللحمة تكون مستوية لان القلقاس مش بياخد وقت في السلق، خصوصا لو مفرزاه. الله بقى على اللحمة اللي هي الملبسة قوي دي اللي انا كنت شايلاها اللي وريتها لكم، بجد يا جماعة خطيرة. شايفين الجمال؟ تحفة، وبتخلي كمان الشوربة خطيرة. حطينا كده اول كيس اهو، احط بقى الكيس التاني. حطيت كده القلقاس هسيبه بقى يتسلق. اول بقى ما نرفعه على النار كده نروح عصرين عليه ليمونة كبيرة لكل كيلو. ودايما نراقب القلقاس عشان ما نقفلش عليه وهو ناشف او ما نقفلش عليه وهو مهري قوي، فدايما نراقبه. نقلب كده حلو. هنغطي بقى عليه ونخليه يكمل سوا. في الوقت بقى اللي القلقاس بيتسلق فيه مع اللحمه هنحضر الخضره بتاعتنا. القلقاس بيتحط له ايه يا جماعه؟ القلقاس بيتحط له حزمه سلق اهو، ده شكله طبعا كلنا عارفينه، وحزمه كزبره وحزمه شبت. مش بنحط بقدونس. طيب البقدونس خلاص في ناس كتيره قوي ما بتحطوش واحنا عارفين كده، ولكن الشبت فيه اختلاف. في ناس بتحط شبت وكزبره وفي ناس بتحط كزبره بس. انا من الناس اللي بحط شبت وبحط كزبره. فعندنا 3 حزم اهو. انا كمان لما باجي اعمل السلق بتاع القلقاس بعمل زياده، يعني دول انا جايبه زياده عنهم ومقطعوهم اهو غسلاهم وهوريه لكم. انا سايبه دول عشان بس اوريه لكم، لكن انا في الطبيعي بقطع كله مع بعض وبشوح كله مع بعض. باخد حبه للقلقاس بتاع النهارده والباقي بشيله وبقسمه كده على اكياس بعد ما يبرد خالص، وبحطه في الفريزر عشان المره اللي بعديها. يبقى احنا كده مخزنين القلقاس
ومخزنين الخضره بتاعت القلقاس متحمره كمان، يعني متشوحه وجاهزه على العمايل. لما تيجي تعملي بقى القلقاس بعد كده هتطلعي الكيس اللي انت مفرزاه، وهتطلعي كمان السلق بتاعه، ويبقى عندك بمنتهى السهوله. وكمان قلت لكم كذا مره ان احنا الستات شاطرين وبنشيل كمان الشوربه بتاعت اي حاجه. دايما دايما اعملي الفراخ مسلوقه، اللحمه مسلوقه، كل حاجه اعمليها مسلوقه بحيث ان انت تستفيدي بالشوربه بتاعتها. فتعالوا بقى نقطع الخضره بتاعتنا اللي انا اوريدي غسلتها كويس جدا ونقعتها في ميه وخل، وده مهم جدا. هصفيها دلوقتي وهاجي اقطعها معاها. هنقطعها كده صغير زي ما احنا بنقطع الخضره بتاعه المحشي. في ناس بتقطعها كبير شويه بس انا ما بحبهاش كده، يعني انا بحبها متقطعه صغير. كده خلاص عملتها كلها، هبتدي ان انا اشوحها بقى على النار. هنجيب بقى طاسه كده حلوه تكون حجمها حلو. احط بقى سمنه بلدي، طبعا حطي اللي انتي بتستخدميه، يعني حتى لو بتستخدمي زيت مفيش مشكله. اول ما تبتدي تسيح كده هنبتدي بقى ننزل بالخضره بتاعتنا. طبعا هي في البدايه بتبقى كبيره كده لكن بعد كده بتخس خالص. نحاول كده بالراحه عشان ما تطلعش من الطاسه، ان احنا نجيب فيها سمنه كلها، نقلبها كده من فوق لتحت. بصوا ابتدت تخس ازاي، شفتوا؟ وكل مدى ما هتلاقوها خست قوي قوي. لما يوصل بقى للمرحله دي كده هنروح موسعين كده شويه ونحط التوم بقى. حطي توم بقى على زي ما انت ايه بتحبي. انا هحط هنا حوالي يعني 15 كده فص توم صغير، انا يعني مكعبين من اللي انا عاملاهم دول. ادي مكعب وادي مكعب. في اكلات كده بتحب التوم زي القلقاس. هشوحه بقى بالطريقه دي مع الاتنين كده ياخدوا من طعم بعض. ده بقى القلقاس بتاعنا اهو. شوف برضو استوى ولا لا. اخد واحده كده. انا بالنسبه لي القلقاس كده خلاص، طالما اتقطم بسهوله معايا خلاص هقفل عليه وهغطيه ادوقه بس الاول اشوف محتاج حاجه ولا لا. زي الفل مش محتاج اي حاجه. هقفل عليه كده واسيبه عشان ما يتهريش مننا. مش عايزين القلقاس يتهري ويبقى عامل زي البسيسه كده، لا احنا القوام ده حلو قوي طالما خدتي واحده واتقطمت معاكي وبقت زي البطاطس كده لما بتعملي طبيخ البطاطس. خلاص على كده هنكمل بقى بقيه السلق، واول ما يوصل للقوام اللي احنا عايزينه هنروح حاطينه على القلقاس بتاعنا. اول بقى ما تلاقوه خلاص كده ابتدى يمسك في الحله، شايفين انا بطلعه ازاي؟ طلعه كده بالعافيه كده، هو خلص كده. احنا نقدر نحطه على القلقاس بتاعنا. نحط بقى كده مش هنسيب طبعا ولا فتفوته. وبكده نبقى عملنا احلى قلقاس هتاكليه في حياتك. تعالوا بقى نغرف كده ونشوف الجمال ده. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة ولا الريحة؟ شايفين اللحمة الحلوة الملبسة دي؟ لحمة الأكيلة دي مش أي لحمة. الله 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 الله، ايه الجمال ده يا بنتي يا دودي؟ شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ تحفة.
تحفة بجد، تحفة، بقولك تحفة. طب ما تيجي ندوق كده. خطير. بصوا عامل ازاي، ولا مهري ولا ناشف، مظبوط بالملي.